فوضع الحدود جدا مهم في حماية طاقتك وحماية خصوصيتك، لأن الخصوصية قوة. غير إن أنت تقدر تقول لأ بمنتهى الأريحية، واللي ما بيقدرش يقول لأ يراجع نفسه كمان. وليه ما بيقدرش يقول لأ؟ خايف من إيه؟ خايف من المواجهة، خايف يرفضوني، خايف ما يحبونيش، يبقى في جرح رفض برضه عايزين نشتغل عليه. فكل الفكرة في ايه؟ ان احنا بنجيب المشكلة وبنحاول نشوف الحل او فين الديفكت ونشوف الحل بتاعه هو ايه. يعني انا دلوقتي مش بقدر اقول لا بخاف مثلا. الخوف ده من ايه؟ طب جدره ايه؟ نبدأ نشتغل عليه. لا اصل انا عندي بخاف بحس بالذنب لو قلت لهم لا، او انهم يقتحموا خصوصيتي او بتاع، اصلهم قريبين مني، اصل اصحابي، اصل قرايبي، اصل مش عارفه مين. يبقى انا ساعتها هشتغل على الذنب والتأنيب. لو انا مش قادره اقول لا علشان انا اكسب رضاهم وعندي people pleasing ومش قادر بشتغل على ارضاء الناس ومش بقدر اشتغل على الرفض. لان انا دلوقتي مش خايف من انا بعمل كده علشان ارضيهم، علشان انا خايف يرفضوني، خايف ما اكونش مقبول، خايف ما اكونش محبوب، لان ده بيعمل لي الم شديد. فبغطي عليه بان انا ارضيهم طول الوقت، زي بالظبط فكره العطاء طول الوقت اللي هي جذرها اصلا الرفض. فالفكره فين؟ ان انا لما احط حدود لازم اكون عارف ان الحدود دي بتحميني وبتحمي خصوصيتي وبتحمي طاقتي واللي مش بيحترمها ما يلزمنيش. ولازم اعرف ان اللي ما بيحترمهاش هو اصلا حدوده مستباحه، وهو اصلا مش ما عندوش قيمه الحدود دي اصلا عاليه.